العادات والتقاليد جزء لا يتجزأ من أي مجتمع، والعادات والتقاليد دي ممكن تختلف من بلد لبلد، من مدينة لمدينة، أو حتى من قرية لقرية. أهلا بيكم في عشوائيات، والحلقة دي هنتكلم عن أغرب 10 تقاليد في العالم. كل العادات والتقاليد بيبقى ليها مغزى أو هدف معين، إلا دي. في الربع الأخير من شهر أغسطس من كل سنة بتتحول مدينة فالنسيا الأسبانية لساحة معركة. أكتر من 150 ألف إنسان بيشاركوا في حرب السلاح فيها هو الطماطم، وتعتبر حرب الطماطم من أشهر الاحتفالات الشعبية الموجودة في أسبانيا. ولمدة ساعة متواصلة كل المشاركين في الاحتفال بيحدفوا بعض بالطماطم، وسنة 2014 استهلكوا تقريبا 100 طن طماطم. الغجر الرومان عندهم عادة من أكتر العادات الغير قانونية في العالم، وهي إنك لو عجبتك واحدة تروح خاطفها. والغريب إن العرف ده مقبول جدا عندهم في المجتمع، ولو قدرت إنك تفضل حابسها لمدة 3 أيام من غير ما تهرب من عندك تبقى حلال عليك، أو على الأقل من وجهة نظرهم. وطبعا أهل العروسة بيرفضوا الجوازة من المجنون اللي خطف بنتهم من 3 أيام فاتوا، لكن بما إن العرف ده مألوف جدا في المجتمع بيضطر أهل العروسة والعروسة المسكينة بالموافقة على الجواز. سكان تانا توراجا في أندونيسيا عندهم عادة غريبة جدا تخص الجنازات. الجنازات عندهم مكلفة جدا، وده أحيانا بيخلي أهل الميت يحفظوه في كفن مؤقت لحد ما يكملوا فلوس الجنازة، وده أحيانا بياخد سنين. وفي الفترة ما بين الموت وما بين الدفن الفعلي أهل الميت بيخرجوا الجثة من وقت للتاني عشان يعتنوا بيها، زي إن هم يسرحوا شعرها، يغيروا هدومها وما إلى ذلك. ولما بيجمعوا تكاليف الجنازة بيوقفوا الجثة ويمشوها لحد المكان اللي بتدفن فيه. من سنين طويلة وقبيلة ساتاري ماوي البرازيلية بتمارس عادة من أكتر العادات المؤلمة في العالم. لما الشاب بيوصل سن النضج لازم يمر بمراسم علشان القبيلة تقبله كراجل في وسطهم، وعشان يثبت جدارته لازم يحط ايديه الاتنين في جوانتي مخصوص مليان بجيش من أشرس أنواع النمل الموجود في العالم، نملة اسمها النملة الرصاصة. وبيرجع سبب تسميتها إن ألم عضة النملة دي يشبه ألم الرصاصة لما تدخل في جسم الإنسان، وبيقدر ألم عضة النملة دي ب30 ضعف ألم قرصة النحلة. تخيل معايا إنك تحط إيدك في الجوانتي ده 10 دقايق متصلة. ومش بس كده، المسكين لازم يعمل الموضوع ده 20 مرة قبل ما تقبل بيه القبيلة. تعتبر طائفة الأجوريس الموجودة في شمال الهند طائفة منشقة من الهندوسية، وبيعبدوا الإله شيفا وبيسكنوا على ضفاف نهر الجانجي، واللي لسه لحد النهاردة بيمارسوا طقوس غريبة جدا. من عاداتهم في الأكل إنهم ممكن ياكلوا أي حاجة مفيش إنسان يرضى يقرب منها، زي الأكل المعفن أو مخلفات الحيوانات أو حتى شرب بول الحيوانات، وكمان أكل لحوم البشر، واللي غالبا بياكلوها في أطباق معمولة من الجماجم البشرية. لكنهم ما بيعملوش جرائم قتل وبيكتفوا بالجثث اللي بيلاقوها في النهر. في ال700 سنة الأخيرة والهنود بيرموا أطفالهم من على سقف معبد ارتفاعه 5 أدوار في مراسم معروفة باسم رمي الأطفال. وبيؤمن الهنود إن الموضوع ده بيجيب الرزق والخير للمولود، وأغلب الأطفال بيكونوا أقل من 2 سنين. والموضوع بيمشي كالتالي: بيقف الكاهن على سطح المعبد ويهز الطفل وبعد كده يرميه لتحت، وبيكون مستنيه مجموعة من الناس بقماشة كبيرة مفرودة. وأول ما الطفل يلمس القماشة بيهلل الناس الموجودين وينقلوه لبعض لحد ما يوصلوه لأهله تاني. ورغم إن العادة دي ما عادتش مشهورة زي الأول، إلا إن حقوق الطفل بتحاول تمنع العادة من سنين ومش عارفة. التعبير عن الحزن والأسى بيختلف من واحد للتاني، في اللي بيعيط وفي اللي بيصرخ وفي اللي بيحب يبقى لوحده. لكن قبيلة داني الموجودة في أندونيسيا الحزن عندهم ليه شكل تاني. المعاناة عندهم مش بتقف لما حد يموت، لكن المتعارف عليه إن قرايب الميت بيقطعوا عقلة من صوابعهم كطريقة يعبروا بيها عن حزنهم، لأنهم بيعتقدوا إن روح الميت بتفضل في المكان، والعقلة دي لما بتتقطع بتتحرق وتدفن في مكان معين. في اسكتلندا عندهم طقس غريب جدا للناس اللي على أعتاب الجواز. الليلة اللي قبل الجواز بيتجمع قرايب العروسين علشان يغرقوهم بالعسل الأسود والدقيق والريش في طقس بيسموه التسويد. والمفروض إن التسويد ده بيجهز العروسين لأي مشاكل أو إهانات ممكن تقابلهم بعد كده في حياتهم. والنظرية اللي قايمة عليها الفكرة دي إن مفيش حاجة أسوأ من كده ممكن تحصل لهم، وده بيخليهم يعيشوا في تبات ونبات ويخلفوا صبيان وبنات. الصين واحدة من أقدم الحضارات اللي موجودة على الأرض، وتقاليد كتير اتنقلت عندهم من جيل لجيل. وواحد من التقاليد الغريبة اللي موجودة لحد دلوقتي في بعض المناطق إن العريس بعد الجواز لازم يشيل العروسة ويمشي بيها على فحم مولع قبل ما يدخلوا بيت الزوجية لأول مرة. والناس اللي بيمارسوا العادة دي بيؤمنوا إن ده بيسهل على العروسة الولادة لما تبقى حامل. في جبال التبت بيتعاملوا مع الميتين بطريقة مختلفة شوية عن باقي العالم، وأغلب سكان التبت بيعتنقوا الديانة البوذية، وجزء من عقيدتهم إن الجسم مجرد وعاء،
وبمجرد الوفاة الجسم بيفقد قيمته لأن الروح بتبقى اتنقلت لمكان تاني. فبدل ما يدفنوا الجثة بيقطعوها كذا حتة ويوزعوها على رؤوس الجبال علشان الطيور والحيوانات تخلص الموضوع.